بعد نهاية العالم ما بقاش فيه قوانين ولا نظام. جو راجل عايش لوحده من أول يوم في نهاية العالم، مستخبي في مخبأ تحت بيته علشان الزومبي اللي سيطروا على كل حاجة. الحاجات الوحيدة اللي لسه مفرحاه شوية هي إنه بيتفرج على ماتشات كرة قديمة كان هو نفسه بيلعب فيها زمان، وكلبته جيلي اللي بيعتبرها صديقته الوحيدة. جو بيهتم بصحته وبيطلع كل فترة يشم هوا نظيف. الرحلات دي بتبقى خطيرة جدا، علشان كده دايما بيلبس جاكيت مضاد للرصاص وبيكون مسلح. في يوم من الأيام الكلبة فضلت تلح علشان تخرج، فقرر جو انه يسيب امان المخبأ ويطلع معاها رغم الخطر. واول ما خرج لقى نفسه محاصر بعشرات الزومبي. بدأ يدافع عن نفسه، بس عدد منهم قدر يخترق الحاجز ويهاجموا جيلي. جو قتل كل الزومبي فعلا، بس خسر اغلى حاجة عنده، جيلي. دفنها بايده وهو مكسور ومهزوم من جواه. من بعدها الدنيا بقت سودة، لا كورة بقت تهمه ولا الكلمات المتقاطعة، بقى حاسس انه بيتجنن من الوحدة. وقتها افتكر صاحبته القديمة ساندرا اللي كان بيكلمها قبل نهاية العالم. هما الاتنين كانوا الوحيدين اللي مصدقين ان الكارثة زي دي ممكن تحصل، واستعدوا ليها من بدري. ساندرا كمان كانت عملت ملجأ قريب من بيتها، وفضلوا يتكلموا اونلاين لحد ما وقعوا في الحب، بس عمرهم ما شافوا بعض في الحقيقة. قرر جو يغير الوضع، فجمع المؤن والسلاح وخريطة وركب دراجته الكهربائية، وبدأ رحلة مجنونة طولها 1000 كيلومتر علشان يوصل لساندرا. بس بعد كام يوم دخل في فخ في مسامير على الطريق، وهو بيستكشف المنطقة وقع هو نفسه في فخ تاني. وفجأة زومبي محبوس في شبكة قرب منه، لكن شخص غريب طلع وقتله، وعرض على جو يساعده يفك نفسه. اللي انقذته كانت واحدة اسمها ايفي، بس كانت شاكة فيه جدا، وطلبت منه يحط الكلبشات في ايده علشان تضمن انه مش خطر عليها. اتضح انها كمان كانت عاوزة تسيب ملجأها، وكانت حاطة الانفاق دي علشان تسرق الموتوسيكل بتاعه. خطتها كانت انها تسيبه وتكمل تدور على جوزها اللي اختفى، لكن الموتوسيكل فيه نظام امان ما بيشتغلش غير ببصمة جو. فاقترحت ايفي عليه انهم يسافروا سوا، هو يبقى السواق وهي تدله على الطريق، بس لسه مش واثقة فيه. فوجهت عليه المسدس وخلته مكبل بايده. جو طنشها وحط سماعاته وفضل يسمع موسيقى كأنها مش معاه. بالليل وهم عاملين معسكر صغير في الغابة، ايفي خدت دفتر مذكراته وقعدت تقرا فيه، وهناك عرفت انه راجل طيب ومش خطر زي ما كانت مفكراه. من بعدها بدأت العلاقة تتحسن بينهم، خصوصا لما تهاجموا بالليل من مجموعة زومبي. اشتغلوا كفريق واحد وساعدوا بعض لحد ما نجوا. بعد المعركة دي ايفي فكت الكلبشات والثقة بدأت تكبر بينهم. جو كمان خلاها تسوق الموتوسيكل شوية، وفضلوا ماشيين سوا ناحية هدفهم. في الليلة اللي بعدها باتوا في حظيرة قديمة وقعدوا يحكوا لبعض عن حياتهم. ايفي قالت انها بتدور على جوزها السابق ستيفن، ولسه عندها امل انه يكون عايش ولسه بيحبها. وبالصدفة جو اكتشف انهم رايحين على مدينة قريبة من بيت ساندرا. بعد ما قرت ايفي مذكراته ومراسلاته مع ساندرا، قدرت تحدد له العنوان الدقيق لبيت ساندرا. الفرحة ما اكتملتش لان الموتوسيكل اتسرق. جو سابه شغال لحظة من غير ما ياخد باله، والحرامي ساب لهم خروف صغير بدل الدراجة. رغم كده ايفي لسه متفائلة واتعلقت بالخروف، وده خلى جو يتنرفز ويتخانقوا ويتفرقوا بعد مشادة كبيرة. ايفي في الاخر وصلت لبيت جوزها السابق، ولقيت هناك لوحة مرسومة ليها. وقتها بس عرفت انه فعلا كان بيحبها، وحتى وسط غضبه وجنونه كان لسه فاكرها كويس. ولو كانت قابلته كان هيكون مبسوط انه لقاها، بس هو اختفى من غير اي اثر، والاحتمال الاكبر انه مات خلاص. في الوقت ده جو قدر يحدد مكان بيت ساندرا، ولما قرب منها لاحظ ان في كاميرات مراقبة. استخدم الباسورد القديم وطلب منها تفتح له الباب، ودخل بسرعة يستخبى قبل ما الزومبي يحاصروه من كل ناحية. اللقاء بينهم كان صدمة وفرحة في نفس الوقت، لأن ساندرا كانت قعدت 400 يوم لوحدها في الملجأ علشان تنجو من نهاية العالم اللي سببها الزومبي. وقدمت له حاجة ياكلها، بس كان فيها مكون خاص خلى جو يبدأ يحس انه بيغيب عن الوعي. بس ده ما كانش هزار ولا حركة لطيفة، كانت خطة منها علشان تضعفه وتسيطر عليه. ساندرا اتغيرت جدا، الوحدة خلتها تفقد عقلها وبقت مجنونة فعلا، قاتلة متسلسلة بتصطاد الرجال اللي بيقربوا منها. ربطت جو وخدت ساعته وكأنها تذكار ضمن مجموعة تذكارات اللي بتحتفظ بيها من ضحاياها، وبعدين غرست سكينة في صدره. لكن لحسن حظه التميمة اللي ايفي كانت مديها له انقذته ومنعت الطعنة تموته. جو حاول يهرب بس فشل، لكن كان لسه في امل، لان ايفي كانت عارفة مكان بيت ساندرا، ودلوقتي هي فوق الملجأ اللي جو محبوس فيه. ساندرا اللي كانت قافلة عليه سمعت صوتها وطلعت تستقبلها، وهي عاملة نفسها طبيعية جدا، وقالت لإيفي تعالي ادخلي. قدمت لها نفس الاكل اللي فيه المخدر، بس ايفي ما حستش بحاجة لانها كانت متعودة على المواد دي وما بقتش تأثر فيها. وفجأة ساندرا هجمت عليها بالسكينة، لكن ايفي قدرت عليها وقتلتها بشراسة. واثناء المعركة لقيت جو مربوط وفكته بسرعة. جو اضطر يقتل ساندرا في النهاية علشان يدافع عن نفسه، بس بعد لحظات الجثة اتحركت تاني. ساندرا اتحولت لزومبي وهجمت عليهم، بس جو وايفي قدروا يحبسوها جوه المخبأ. بعد اللي حصل الاتنين بقوا فاهمين انهم بقوا اصدقاء حقيقيين، وان حتى وسط العالم الميت والمجنون ده لسه في حاجة حلوة ممكن تتولد. وركبوا سوا واتحركوا في مغامرة جديدة. اما في
مكان تاني تماما كانت بليز شغالة مديرة في شركة تأمين، شخصية عصبية جدا ومش بتسكت على أي غلطة، كانت دايما بتهاجم الموظفين وخصوصا جينا مديرة تحتها بتطنش أوامرها. في الوقت اللي الفوضى بدأت تنتشر في المدينة، بليز كانت مصممة الكل يفضل شغال كأن مفيش حاجة حصلت، وشايفة إنها فرصة ذهبية تبيع بوليصات تأمين أكتر وتكسب فلوس زيادة. لما جينا والموظفين كانوا ماشيين على أوامرها بالعافية، قررت بليز إنها تهرب من المدينة مع خطيبها. راحوا على جزيرة معتقدين إنهم ممكن يستنوا هناك لحد ما الأزمة تخلص. في السكة وقفوا عند محطة بنزين بس اكتشفوا إن مفيش بنزين واضطروا يستنوا، وفجأة ظهرت جينا متجاهلة أوامر بليز كالعادة. بليز انفجر فيها الغضب وفضلوا يتخانقوا لحد ما الأمور خرجت عن السيطرة. بليز مسكت مسدس وقامت لحظة حاجة غريبة، زومبي بيهاجم واحدة عجوزة جوه عربيتها. وقتها بس صدقت إن تحذيرات أخوها كانت صح، وإن فعلا نهاية العالم بسبب الزومبي بدأت. قررت تاخد شاحنة وقود بالقوة ومسكت بندقية وطلبت المفاتيح حتى وهي قدام ضابط فيدرالي. في اللحظة دي سمعت صوت ست بتصرخ وشافوا زومبي بيغرس سنانه في رقبتها. بدأت فوضى وجري ورصاص، والعميل خد منها البندقية بس سواق الشاحنة هاجمه وطلقة طايشة ضربت خزان الوقود وحصل انفجار ضخم وقضى على الكل. بعد شوية جينا وبلير لقوا نفسهم راجعين مكتب التأمير تاني كأن الزمن رجع بيهم. اللي حصل كان غريب جدا، الاتنين حسوا انهم عاشوا كل ده قبل كده بس بيحاولوا يقنعوا نفسهم انه مجرد حلم او هلوسة. بلير حاولت تاني تهرب من المدينة وانتهى بيها الحال في محطة البنزين، وهناك قابلت جينا تاني وكانت ماسكة بندقية. بلير حاولت تسبقها وتتصرف بذكاء، فحذرت العميل من ان جينا بتحاول تسرق شاحنة الوقود، وساعتها لاحظت علامة غريبة على دراعه وفهمت منها انه بدأ يتحول لزومبي. واول ما الزومبي الاول هاجم، جينا خطفت الشاحنة لكن بلير وقفت قدامها علشان ما تدوسش عليها. جينا حاولت تتفاداها بس فقدت السيطرة والعربية انفجرت. رجعوا تاني لنقطة البداية، وساعتها الاتنين فهموا انهم محبوسين جوه حلقة زمنية مش عارفين يخرجوا منها. بلير كانت عاوزة تتكلم وتخطط ازاي يخرجوا، لكن جينا رفضت تماما تتعاون معاها وعدتها ان اليوم مش هيتكرر وانها مش هتروح محطة البنزين تاني. بس بعد كام ساعة لقت نفسها رايحة هناك برضه. هجمت على سواق شاحنة الوقود وهي ماسكة البندقية وطلبت منه المفاتيح، ولما العميل حاول ياخد السلاح منها خرجت رصاصة بالغلط وقتلت السواق. الشاحنة بدأت تتحرك لوحدها وجواها ابن العميل، فجريوا هما الاتنين جينا وبلير علشان يوقفوها، لكن خبطوا في السواق اللي كان لسه متحول زومبي وانفجرت الشاحنة من جديد. وبرضه رجعوا تاني للبداية. المرة دي بطلوا يمثلوا انهم مش فاهمين اللي بيحصل وبدأوا يتكلموا قدام زمايلهم في الشغل عن نهاية العالم بسبب الزومبي وكأنها حقيقة، وده خلى الناس تبص لهم باستغراب. الجو بقى غريب والخلافات بين جينا وبلير زادت لحد ما بلير بلغت الشرطة وقالت ان جينا إرهابية، وفعلا الشرطة قبضت عليها في محطة البنزين. بس حصل حادثة تاني وانفجرت الشاحنة كالعادة، واليوم اتكرر عشرات المرات وكل مرة بيحاولوا حاجة مختلفة، بيهربوا ويقتلوا بعض وحتى يقتلوا الناس عشوائيين، بس النهاية دايما واحدة، بيرجعوا لنقطة البداية. لحد ما جينا قررت تغير تفكيرها وقالت لهم سيبوني امشي وما تطردونيش. كانت مصممة تسرق الشاحنة وتروح للمدينة علشان تنقذ اولاد اخواتها اللي كانوا بيلعبوا في الحديقة. بلير المرة دي قررت ما تمنعهاش وفضلت في المكتب وسابت الموظفين يروحوا لأهاليهم، وقررت كمان تنهي علاقتها بخطيبها بعد ما فهمت انه عمره ما حبها ابدا ولا حتى حاول ينقذها لما ماتت في واحدة من الدورات اللي فاتت. المرة دي بلير تقبلت مصيرها وسابت نفسها تتحول على ايد الزومبي، بس برضه اليوم رجع من الاول تاني. جينا كمان فشلت وانتهى بانفجار جديد. بعد كل ده الاتنين بدأوا يتكلموا عن كل حاجة بصراحة ويفهموا بعض لأول مرة، بقوا أخيرا على نفس الموجة، وبدل ما يتخانقوا قرروا يتعاونوا مع بعض. قدروا يشغلوا العميل وخطفوا شاحنة الوقود سوا. في زمن الزومبي الوقود بقى أغلى من الذهب وكانوا مصممين ياخدوه، وفعلا نجحوا وسرقوا الشاحنة وعدوا نقطة التفتيش. لكن بعد شوية شافوا مجموعة ناس في خطر بيجروا وراهم مئات الزومبي. قرروا ياخدوا مجازفة، رموا البنزين من فوق الكوبري على العربيات اللي تحت وولعوا فيها علشان يفصلوا بين الناس والزومبي، وقدروا ينقذوا المجموعة وتغلبوا على خوفهم. بس كعادتهم الشاحنة انفجرت تاني. الفرق الوحيد ان المرة دي جينا وبلير نجوا من الانفجار. جينا افتكرت ان اللي بيحصل كله ممكن يكون مجرد هلوسة مشتركة، لكن بلير كانت مقتنعة ان دي حقيقة وانهم فعلا عايشينها، بيتعلموا منها وبيواجهوا نفسهم وبيكتشفوا انهم حتى في وسط الجحيم ده قدروا يكونوا صداقة حقيقية. في مكان بعيد عنهم في بحيرات امريكا الشمالية كانت سفينة ماشية شايلة شوية ناجين من كارثة الزومبي. حوالي 30 شخص عايشين فيها، ومش بس عايشين، دول كمان مبسوطين، والزومبي ما بيقدروش يوصلوا لهم لانهم في المية، فالدنيا ماشية كأن الكارثة ما وصلتش عندهم. الوحيدة اللي مش مبسوطة كانت دي ام عزباء، مش بس بتحب المخاطرة، دي كمان متعودة تحل كل مشكلة بنفسها، على طول في حالة تأهب، مستعدة تقتل اي حد يحاول يهددها او يقرب من بنتها ليديا. لكن ليديا كانت شبه منفصلة عنها، شايفاها قاسية وعدوانية ومعجبة اكتر ببروك، الست الهادية والأنيقة اللي بتدير السفينة وبتحافظ على النظام اللي فيها. في
ليلة دي قررت تلبس فستان وتحضر حفلة، بس ما قدرتش تشارك الناس فرحتهم، كانت غيرانة من بروك اللي بتتعامل بسهولة وراحة مع ليديا، وكمان اتعرضت لانتقاد من بيلي اللي شغال هناك اللي شايف انها ما تستحقش تكون موجودة وسطهم. دي دخلت المطبخ بس علشان تهرب من وشوش الناس. بروك حاولت ترفع من معنوياتها، بس حتى ساعتها دي كانت متوترة جدا، ولما واحد من الزومبي اتحشر في الشبكة وكان هيوقع الناس اللي فوق السطح، دي قتلته فورا من غير تردد. في وسط الضباب الليل دي لمحت شوية اشكال واقفة على الشاطئ، وبدأت تشك اذا كانوا من الزومبي ولا عصابة ناوية تهجم على القارب وتستولى على كل الموارد اللي عليه. بالليل سمعت اصوات غريبة على السفينة، ولما الصبح طلع اكتشفت ان الراجل عجوز اختفى من غير اي اثر، وعلى طول شكت في بيلي، لكن محدش صدقها لانها ما كانتش عندها دليل. وهي بتحضر سفرة الافطار، ليديا قالت لامها انها مش عاوزة تكون قريبة منها وعاوزة تبعدها عن حياتها نهائيا. الكلام ده كسر دي من جواها، فبعدت لوحدها تخبي دموعها، وبعدها شافت بيلي بيرمي مراية في المية وشكت فيه اكتر، فافتكرت انه بيبعت اشارة للعصابة اللي على الشاطئ، ولما واجهته رفض يسمع كلامها ونط في المية اللي مليانة تماسيح وزومبي وساب القارب وهرب. ليديا بعد اللي حصل خافت، جريت وراحت استخبت بعيد عن امها، ما كانتش عايزة تشوفها تاني. بس كل ده اتغير لما سمعوا صريخ عالي على سطح السفينة. طلع ان دي كان عندها حق، بيلي طلع فعلا عضو في عصابة مسلحة، والعصابة كانت 7 دخلوا القارب متخفيين علشان ينضموا للمجموعة اللي عايشة عليه، بس نيتهم كانت الاستيلاء على القارب وقتل كل اللي يعارضهم. قتلوا الراجل العجوز واستعدوا يقتلوا 6 تانيين. بيلي وطاقمها اقترحوا يقتلوا ليديا ودي لانهم شايفينهم اضعف ناس ومش مفيدين. المصيبة ان في شوية ناجين وافقوهم، وده كسر دي اكتر. حست انها لوحدها ضد الكل، بدل ما تستسلم دي قامت فجأة وقتلت شوية من افراد العصابة، وخدت ليديا وهربت في قارب النجاة. هناك على الشاطئ لقوا نفسهم محاصرين بعشرات الزومبي، وما كانش قدامهم حل غير انهم يستخبوا تحت جثث الزومبي. دي غطت وش بنتها بدم الزومبي علشان الزومبي التانيين ما يشموهاش، وبعدها شافوا بروك لسه عايشة، ودي فكرت تقتلها، لكن ليديا توسلت ما تعملش كده، وقالت لها ان بروك كانت طيبة معاها حتى لو احيانا كانت مهملة. دي وعدت بنتها انها مش هتقتل بروك، بس سابت لها جرح عميق في وشها، وتعهدت انها تفضل وراها طول حياتها. بعد شوية دي وليديا لقوا مقطورة قديمة فيها شوية اكل بسيط، ولما دي دخلت تتأكد انها امنة شافت ليديا 3 من الزومبي جايين ناحيتها. دي صرخت فيها تمسك سكينة وتدافع عن نفسها، بس ليديا كانت مرعوبة وما قدرتش تتحرك. دي قتلت ال3 زومبي، لكن بعدها ليديا جريت وسط الغابة واختفت. كانت تايهة وبتسمع اصوات غريبة والجنون بيقرب منها. ساعتها دي اضطرت تاخد قرار مظلم علشان تنهي معاناتها. في اللحظة دي بالذات اتكشف مكانهم عن طريق مجموعة اسمها الهمسات بتقودهم ست اسمها هيرا، ولما دي اكتشفت انها ممكن تعيش وسط الزومبي من غير ما تتكشف قتلت هيرا ولبست وشها كقناع زومبي مرعب. اما العالم إيفريت فده كان عايش في البرية وبيدرس الطبيعة والموتى السائرين، شايف انهم المرحلة الجاية من تطور الطبيعة وان البشر نفسهم بقوا خطر على الكوكب. هو ساكن قريب من محمية بيراقب الزومبي وبيقسمهم لفئات، صيادين ومدافعين وانواع تانية، بس اكتر حاجة مهتم بيها كان كائن رقم 21. علشان يتبعه استخدم طيارة درون بكاميرا وقلادة فيها جهاز تتبع. حياة إيفرت الهادية اتقطعت لما ظهرت إيمي، واحدة تايهة وبتدور على مجموعة من الناجين. كانت ماشية في منطقة اسمها القطاع الميت، بس اضطرت ترجع بعد ما الزومبي هاجموها، ودلوقتي عشرات الزومبي وراها وبيطاردوها. بس إيفرت ما جريش يساعدها، بالعكس كان بيراقبها من طيارة الدرون. ولما الجسم رقم 21 هاجم إيمي ساعتها بس إيفرت قرر يتدخل وينقذها. وهم راجعين على الكوخ بتاعه وقف إيفرت شوية يدري الزومبي واقع على الأرض مش قادر يتحرك، حواليه شريط أصفر، وبعدها كمل طريقه للبيت. إيمي ما سابتوش، بس هو كان شايف انها ما تنتميش للمكان ده فقفل على نفسه جوه الكوخ. هي ما سكتتش، طلعت السلم ودخلت الطابق الثاني وهددته انها هتموت بره علشان تتحول لزومبي وتعضه اول ما تيجي الفرصه. وقتها اضطر إيفرت يدخلها، ولاحظ انها اتسممت لما عرف نوع التوت اللي اكلته. حضر لها ترياق خلاها تقضي طول الليل بتتألم. تاني يوم الصبح إيفرت حاول يشرح لها هو بيعمل ايه بالظبط، وشايف ان اللي بيحصل حوالينا ده عمليه طبيعيه وان الزومبي جزء من تطور الطبيعه نفسها. ورفض يساعد إيمي تلاقي مجموعتها، وقال لها ان ده تفكير غبي، لكن ما منعهاش تمشي. إيمي فضلت لوحدها وبدأت تتابع الجسم رقم 21 وفضلت تحط علامات على الاشجار علشان تلاقي طريقها. بالليل رجعت كوخ إيفرت علشان تحكي له اللي شافته مع الزومبي، وعدته انها تلاقي الجسم 21 مقابل انه يساعدها. إيفرت وافق غصب عنه وحذرها ان المنطقه دي خطيره جدا ومحدش يقدر يعيش فيها. بعد كده كشف لها ان الكائن رقم 21 ده زميله القديم وصاحب الكوخ الاصلي اللي مات بمرض صعب وبقى زومبي، وبقى هو محور دراسته. قرر إيفرت يدور عليه باي ثمن، لكن رفض ينضم لاي مجموعه ناجين بعد ما شاف ذكاء إيمي وحبها للطبيعه
الطبيعة عرض عليها تبقى تلمسته لكنها رفضت، وقالت له انها تفضل تموت على انها تعيش منعزلة وميتة من جواها. تاني يوم وهم ماشيين في الغابة قابلوا مجموعة ناجين، لكن في نفس اللحظة الزومبي هاجمهم. ايفرت رفض يساعدهم وقال لإيمي تسيب الطبيعة تعمل شغلها، وان اللي بيحصل ده دورة حياة عادية. بس إيمي ما قدرتش تشوفهم بيموتوا وتسكت، حاولت تساعدهم لكن للأسف وصلت متأخر وكلهم ماتوا. في الوقت ده الجسم رقم 21 وقع على ظهره وما قدرش يقوم، والموج سحبه بعيد عن الشاطئ، فإيفرت خاطر بحياته علشان ينقذه. بس وهو بيشده من المية تمساح ضخم طلع وأكل الزومبي قدامه. إيمي اتجننت من اللي حصل، قطعت الحبل اللي ماسك الزومبي وبدأت تتخانق مع إيفرت بعنف. قبل ما تمشي حذرها ان المكان ده منطقة هجرة زومبي ومحدش يقدر يعيش هنا فترة طويلة. إيمي خرجت تدور على مجموعتها بس الزومبي هاجموها تاني، وإيفرت كالعادة اكتفى يراقبها من بعيد بالدرون. بعد كام يوم راح لنفس المخيم اللي كانت فيه، وهناك اكتشف الكارثة. كل الناس اللي كانوا في المعسكر بما فيهم إيمي اتحولوا لزومبي، بقوا تايهين وبيمشوا زي الوحوش من غير عقل. إيفرت لبس عباية معمولة من جلد الزومبي علشان يقدر يقرب منهم، وبدأ يراقبهم بهدوء وقرر يخليهم هم موضوع بحثه الجديد. في مكان تاني ديفون فاق في الغابة على أطراف بلدة صغيرة، وكان مش فاكر أي حاجة من الأسابيع اللي فاتت. اكتشف إن عنده فقدان ذاكرة مؤقت. اللي كان أغرب إنه لقى زومبي مربوط جنبه اسمها أماندا. من باب الدفاع عن النفس ضرب الزومبي في دماغها بالسوستة المعدنية اللي في ساقه الصناعية. ديفون بدأ يسمع أصوات ناس كتير، حشد غاضب بيدور على القاتل. وهو ماشي في الشارع صادف بنته صغيرة شايلة كشاف، وساعتها فهم إن أهل البلدة مفكرينه هو القاتل، فخاف واضطر يستخبى في وادي مليان زومبي. مع الوقت بدأ يحس إنه بيضيع والواقع بيهرب منه، وبدأ يتخيل أماندا وهي بتكلمه وبتتهمه بالقتل. بعد كده قرر يتسلل المدينة تاني، وهناك لقى البيت اللي كان عايش فيه قبل ما يفقد الذاكرة. ساعتها ذكرياته بدأت ترجع له واحدة واحدة. افتكر إنه وصل المدينة دي من 7 سنين وكان في مواجهة مع صياد لكنه تردد يضربه. الصياد هو اللي ارتكب غلط لما ضرب عليه النار وأصابه في رجله. ديفون تقريبا كان هيموت، لكن أماندا وأختها الصغيرة نورا لقوه أنقذوه رغم إنه فقد جزء من رجله، إلا إنه عاش وكان ممتن جدا للستات اللي أنقذوه. دلوقتي ديفون دخل الجراج وبدأ يشوف آثار الخناقة، وفهم إنه هو نفسه اللي كان مضطر يقتل أماندا. السبب لسه مش واضح، بس كل ما الذكريات بترجع له بيبدأ يفتكر قد إيه كان محبوب في المدينة، وكانت علاقته بنورا قوية جدا، هي اللي علمته يعزف على البيانو. وبمرور الوقت بدأت مشاعر رومانسية تنشأ بينهم، بس اللي حصل بعد كده لسه مش واضح في دماغه. بعد ما سمع أصوات غريبة نزل القبو، وهناك لقى ولد صغير متحول لزومبي، فأنهى معاناته. في اللحظة دي بالذات هاجم سكان البلدة اللي كانوا بدأوا يدوروا على القاتل، فضربوه على دماغه وفقد وعيه. ديفون بدأ يفتكر لحظاته الحلوة مع نورا، وبعدين قرر أهل المدينة يعملوا محاكمة علنية ليه، وبدأوا يسألوه يعترف عمل إيه في الأطفال وليه خطفهم، لكنه كان تايه ومش سامع حاجة. نورا كانت لسه عايشة، بس ابنها جارين اختفى، وده خلاها تكرهه وافتكرت إنه مجنون وقاتل. أما أرنو ابن أماندا اللي ماتت فكان مصر إن ديفون هو اللي قتل أمه وعاوز له أشد عقاب ممكن. ديفون حاول يدافع عن نفسه لكن محدش كان عاوز يسمعه، والغضب سيطر عليهم فحكموا عليه بالإعدام. حبسوه في عربية نقل صغيرة وخططوا يسحقوها علشان الزومبي ياكلوا بقاياه. وفي اللحظة الأخيرة قبل ما يموت افتكر ديفون إن الولد جارين لسه عايش وهرب من القبو. ولما نورا سمعت كده صرخت وطلبت منهم يوقفوا تنفيذ، رغم إن أغلب الناس رفضوا، بس شوية من الأهالي اللي كانوا موجوعين على أولادهم قرروا يساعدوه ويحاولوا ينقذوه. وسط الفوضى اللي حصلت ديفون قدر يهرب من العربية ويجري بعيد، وبعد فترة صغيرة شاف أرنو بيتبعه. جوه البيت أرنو كان محتجز جارين ابن نورا. هناك اتضح ان أرنو هو اللي كان بيخطف ويقتل الأطفال في المدينة، وهو فاكر انه كده بينقذهم من شر العالم الحديث. الصدمة الأكبر ان أماندا كانت عارفة بكل ده، لكنها كانت بتغطي على جرائم ابنها علشان تحميه من غضب الناس اللي كانوا ممكن يقتلوه. ديفون بدأ يفتكر كل حاجة، وافتكر كمان انه فعلا قتل أماندا، بس ده حصل بالغلط وهو بيدافع عن نفسه. حاول يوقف أرنو بس الولد هاجم عليه بسكينة، فاضطر ديفون يستخدم أنبوب حديد ويدافع بيه عن نفسه. خلال المواجهة ديفون كشف الحقيقة كلها قدام الناس، وراهم القبر اللي مليان جثث الأطفال اللي اتقتلوا وتحولوا لزومبي. طلب منهم يشوفوا الأدلة ويسمعوا كلام جارين، والولد فعلا أكد إن ابن خالته أرنو هو اللي كان حبسه، وبكده اتأكد براءة ديفون. أرنو بدأ يتوسل للناس يرحموه، لكن نورا والآباء اللي كانوا موجوعين بأولادهم انفجروا فيه وضربوه، وفي النهاية رموه في الحفرة اللي فيها الزومبي، وتحول موته كأنها صلاة للضحايا اللي قتلهم. بعد اللي شافه ديفون حس بالقرف والاشمئزاز من قسوة أهل البلد، خصوصا نورا اللي كان بيحبها، وقرر يسيب المدينة ويمشي منها للأبد. في نفس الوقت كان في 2 ناجين، أديليا وإيريك، لقوا نفسهم في موقف صعب. المجموعة اللي كانوا معاهم اتحولوا لزومبي وبدأوا يهاجموا بعض. في محاولة للهروب إيريك قتل أغلب الوحوش بنفسه، وفضل هو وأديليا يجروا علشان ينجوا بحياتهم. ولما تعبوا أديليا افتكرت إن في بيت غريب قريب من المكان
بيقولوا ان في ساحرة عايشة هناك، واقترحوا يروحوا يطلبوا مساعدتها. وفعلا في الليلة دي وصلوا للبيت ودخلوا متخفيين، واول ما دخلوا حسوا بجو غريب ومخيف. البيت كله كتمة ورعب لحد ما ظهرت ألمة، ست عجوزة غامضة كانت متضايقة من دخولهم من غير إذن، بس برغم كده حست بيهم وتعاطفت معاهم وقالت لهم انهم يقدروا يقعدوا الليلة تأكلهم وتريحهم، لكن لازم يخرجوا الصبح. إريك اعترض وقال ان البيت كبير وفيه اكل كفاية ل3، وده خلى بينهم جدال حاد. في لحظة غضب إريك هاجم على إلما وخوفها، لكن الست العجوزة جالها نوبة فجأة، خبطت دماغها في الترابيزة وماتت في ساعتها. بعدها أديليا راحت الحمام علشان تنظف دم إلما اللي طار على رقبتها، وفجأة شافت ايدين الست العجوزة وهي بتحاول تخنقها، لكن اتضح ان ده مجرد هلوسة. مع كده جسمها كانت نفض لما استوعبت ان إلما كانت ساحرة بجد. إريك بدل ما يتوتر كان فرحان جدا ان البيت بقى ملكهم دلوقتي، وقال لأديليا انهم ممكن يعيشوا فيه على طول. أديليا كانت قلقانة ومش مرتاحة للفكرة دي، لكن إريك أصر انهم مالهمش ذنب في موتها، وانهم ممكن يعيشوا هناك بدل ما البيت الجميل ده يفضل مهجور. بعد شوية أديليا قررت تصلي لكل اللي ماتوا في طريقهم لحد هنا، لكن وهي بتصلي سمعت صوت إلما وهي بتقول ده بيتي وأرضي والغرباء مالهمش مكان هنا. بعدها بشوية إريك سمع صوت غريب، لكن اتضح ان مجرد بغبغاء جوه قفص قريب. الطائر بقى صديق مقرب وبدأ يخلي البيت شكله أهدى وأريح. بس في نفس الليلة أديليا ما قدرتش تنام، ولما لفت شافت شبح إلما واقف فوق السرير بيبص عليهم في صمت مخيف. أديليا كانت مرعوبة، بدأت تصلي وهي بتترعش، وقررت تفتش البيت يمكن تلاقي تفسير للي بيحصل. وهي ماشية لاحظت ان في حيطة بينزل منها دم، نزلت للدور اللي تحت وهناك شافت أشجار غريبة، وفجأة طلعت لها ماريا، واحدة من الستات اللي كانت معاهم في معسكر الناجين واللي ماتت قبل ما تهرب وتحولت لزومبي. أديليا بدأت تفهم ان كل ده ممكن يكون مجرد هلاوس، بس المرة دي كانت أقوى وأرعب من أي وقت فات. وإيريك كان بيحاول يطمنها ويتظاهر انه واقف في صفها، بس لما بدأت تذكره بعدد الناس اللي قتلهم علشان يعيشوا اتجنن وغضب جدا، وبان انه فقد إنسانيته خلاص وبقى ميت من جواه، لا تعاطف ولا ندم. رغم كل ده أديليا لسه بتحاول تشوف في الراجل الطيب اللي كانت بتحبه زمان، حتى لو كان ده شبه مستحيل. تاني يوم الصبح وهي بتلف في البيت لقت سلسلة فيها صليب، بدأت تصلي وهي ماسكاها، لكن فجأة جالها هلاوس جديدة، تماثيل فضة صغيرة على شكل صلبان بدأت تعمل فوق كأنها بتعاقبها على موت إلما. بعدها خرجت علشان تاخد نفسها شوية، لكن الهلاوس زادت عن الأول. الضباب بقى محاوطها ومش شايفة حاجة، فبدأت تضرب الهوا بالسكينة وهي في حالة ذعر. وفجأة شافت شبح إلما قدامها تاني. في نفس الوقت البغبغاء اللي كان مسليهم وبيديهم إحساس بالأمان اتحول لطائر عدواني صوته مزعج ومخيف. الاتنين حاولوا يتجاهلوا كل ده، لكن أديليا كانت شايفة الكوابيس في كل حتة كأن البيت نفسه بيحاول يقتلها. في الليلة دي إيريك هو كمان بدأ يسمع أصوات غريبة، خرج من الأوضة وبدأ يمشي في الممر لحد ما لقى صورة، مش صورة عادية لكن صورة ليه هو شخصيا، متصور في لحظات اللي قتل فيها الناس وحولهم لزومبي. اتصدم وترعب من المنظر، وبدافع الجنون قتل البغبغاء. ساعتها فهم ان مفيش امان في البيت ده وانه لازم يهربوا. تاني يوم الصبح دفن الطائر، لكنه سمع صوت ماريا بتنادي عليه من بره، شافها واقفة بتتوسل له يفتح الباب لكنه رفض. لما بدأ يتردد أديليا هجمت على ماريا بالفاس وقالت له انها مش صديقتهم، دي زومبي. أديليا قررت تواجه كل ده بنفسها، مسكت سكينة ونزلت القبو وهي بتقول بصوت عالي انهم اصحاب البيت الحقيقيين مش اي شبح ولا ساحرة. وهناك شافت الزومبي المتعلقين في الفروع وبدأت تهاجمهم وتقتلهم واحد ورا التاني. حست ان الرعب خلاص انتهى، لكن فجأة البيت كله اتقلب، الاساس بدأ يتحرك لوحده والارض بتتهز. وأديليا مسكت المسدس، لكن في لحظة غريبة المسدس اتحول لصليب. بصوا من الشباك وشافوا إلما طالعة من الارض، رجعت من الموت ماشية ناحيتهم ببطء. الهروب كان مستحيل لانها مش مجرد زومبي، دي ساحرة حقيقية. رجعت تفكرهم ان البيت ده بتاعها وهيفضل بتاعها للأبد. إلما جرت الاتنين على القبو والهلاوس سيطرت عليهم لدرجة انهم بدأوا يهاجموا بعض بالسكاكين. الدم انتشر في كل مكان والصراخ مال البيت. وفي النهاية قبل ما يتحولوا جزء من مجموعة الموتى اللي مالوا المكان، اتطرح سؤال أخير: هو ايه اللي بيخلينا بشر فعلا لما الحضارة تنهار والأخلاق تختفي؟ لو عندك إجابة شاركها في التعليقات، وما تنساش تدوس على اللايك وتشترك في القناة وتفعل الزرار بتاع الجرس. سلام.